في زمن الظلم أتيت لنا يا فارس قومك يا أحمد. في زمن الظلم أتيت لنا يا فارس قومك يا أحمد. رباك أبوك على الحق فعشقت المصحف والمسجد. أطلق سهمك لا تتهاوى في وجه الحقد فلتصمد. أطلق سهمك لا تتهاوى في وجه الحقد فلتصمد. يا رافع سيف عدالتنا امضي فنور. كان لعبد الله نجاحات كبيرة ضد المغول، لذلك لم يشعر الناس بالخشية من خسارة الحرب بوجوده معهم. وبعد حروب طويلة أصبحت حياته هادئة. مرت سنوات وأصبح عبد الله عجوزا. كان لديه وزوجته حنينا ينفطر له القلب، فبعد 25 عاما من الزواج لم يرزقا بأطفال. طوال الوقت كان عبد الله يقول لها: لا تقلقي، فالله سوف يرزقنا بطفل كما رزق من قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام. لم يشأ عبد الله لزوجته أن تقلق، وبعد حين حملت زوجته، ثم جاء موعد الولادة، وأخيرا أصبح لعبد الله ابنا وسماه أحمد. وبعد سنوات مرت البلاد بصعوبات كبيرة. بينما كان زهر يوفر حياة الرغيد لأقربائه، كان قاسيا مع شعبه يثقل عليهم بالضرائب ويسجن الذين يجابهون قسوته. ومع أن الشعب لم يكن راضيا عن ذلك الوضع، إلا أنه لم يكن بوسعهم فعل أي شيء. أحمد. زهر، إن الناس في ضيق شديد، ألا تخشى الله؟ أنت تصادر أملاكهم بالقوة، وبينما تعيش في رفاهية شعبك يتضور جوعا. دعوه يتكلم. اخرج من العربة وحدث شعبك، فلم نعد نحتمل المزيد. أخذت كل ما نملك، ألا تدرك وضع الناس هنا؟ يبدو لي أن والديك يقولان لك أشياء أخرى. أفلا تدرك أن البلاد في حالة حرب؟ سيدي، لا تؤاخذه، إنه مجرد ولد. كلا، فأنت لم تعلم ابنك، ولذلك فإنني سأقومه. والدي، لا تخشى هؤلاء الرجال، فهم يعذبوننا بأملاكنا. جنود، خذوه إلى السجن. إنهم يأخذون أحمد. عمتي، عمتي، عمتي. ماذا جرى يا محمد؟ أخذ الجنود أحمد يا عمتي. سبحان الله، لماذا فعل الجنود ذلك؟ لقد خاطب أحمد زهر بقول لم يعجبه فأرسله إلى بلانلي. تقول بلانلي؟ ادخل. إذا احتجت شيئا فنادي علي، السرير في الزاوية. رائحة نتنة. حين بدا الكفر وتمرد. يا حارس،
يا حارس، أيها الحارس، أيها الحارس، من ذا الذي يصرخ؟ أيها الحارس. سيدي، ألديك خمر؟ أنا عطشان. ألديك مال؟ إن كان لديك المال فلدي الكثير. سأدفع لك عندما يأتي زائري. إذا تشربه عندما يأتي. وماذا عن طلبي أنا يا سيدي؟ يصل مساء. كيف حالك سيدي؟ اسكت. سيدي، لقد نفد الخمر، فهل لي بالمزيد؟ ألديك مال؟ نعم، خذ. أريد زجاجتان. زجاجتان بهذا المال؟ لم تعد الأمور كالسابق. هذا المال يكفي ل4 زجاجات، ولكن ماذا نفعل؟ فأنت لص مستغل. ماذا تفعلان؟ نتسلى يا سيدي. ألم نقل إن القمار ممنوع؟ وماذا نفعل؟ لا شيء للتسلية. هذا يسبب لي المتاعب. سنعطيك حصتك. سأخذها عندما أعود. زنديق. هل أنت من كان يصرخ؟ أجل، فالظلام دامس. هل تريد مني أن أنادي لك أمك؟ كما أن السرير نتن. لا أستطيع فعل شيء يتعلق بالسرير. هناك أمر آخر. أتستطيع أن تحضر لي بعض الماء للشرب والوضوء؟ بإمكاني أن آتيك بماء للشرب، ولكن إذا استخدمتها في الوضوء فلن يتبقى لديك ماء. حسنا، إذن أعطني زجاجة ماء. أخشى ألا يكون لديك مال. مال؟ لاحتياجاتك الخاصة. لقد أخذ زهر كل مالنا. إذا لم تكف عن الحديث عن الملك بهذه الطريقة فإنك لن تغادر السجن أبدا. إذا لم يكف زهر عن هذه القسوة فإنه لن ينجو من عذاب الله. كم عمرك؟ 13. لماذا؟ إنك تضر نفسك. زهر لا ينظر إلى من هم في عمرك. وأنت بطاعتك له شريك في الجرم. أنا أفعل ما أؤمر به. ولكن ليس عليك أن تخشى زهر، فهو غير قادر على رؤية جميع أفعالك. اخشى الله، وبذلك لن تخسر شيئا. سجنوك لن ننجح معك يا فتى. اصمت الآن. نبت الكفر وتمرد. كم يمضي الوقت بسرعة، أليس كذلك؟ لم يكن لنا ولد لسنين طويلة ثم رزقنا الله أحمد. وهو طفل لم أكن أمشط له شعره لكي لا تحسده النساء، كما كنت ألبسه ثيابا قديمة لأحميه من الغيرة. أعتقد أننا تمادينا. علينا أن نقبل بمشيئة الله. لقاؤنا مع زهر كان بمشيئة الله. اذهب إلى السجن غدا وخذ معك ملابس سميكة لولدي. لا أريده أن يبرد. سأصنع كعكا لتأخذه له. حسنا، سأفعل. أتعتقد أنهم سيعذبونه؟ ربما، ولكن ولدي أحمد قوي وصبور بالنسبة لسنه. كم سنة تبقى لك؟ أنا حديث العهد، أمضيت 7 أشهر من أصل 9 سنوات. وما جريمتك؟ جريمتي قتل وسرقة وجرائم أخرى. وأنت؟ أنا وضعي سيء جدا. أظن أنني لن أخرج من هنا إلا في الكفن. وماذا فعلت؟ قتل.